السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. النهاردة يا بنات هنعمل اكتر حاجة كانت بتطلب مني في الاوردرات، كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل احلى كفتة باذن الله. هتعملي حاجة نظيفة وحلوة واوفر من انك تشتريها من بره. شايفين لمعتها وطراوتها؟ تحفة يا بنات، يتقال فيها شعر كده من جمالها. ما شاء الله تبارك الله. هنعمل احلى كفتة بمقادير بسيطة وطريقة سهلة، ومن جمالها هتلاقي ريحتها كده قلبالك الشارع والشقة. اول حاجة هنسمي الله. النهاردة انا هشتغل على كيلو من اللحمة المفرومة. لو انتي عاوزة بقى تضعف الكمية هتضعف المقادير اللي هقولك عليها. اخدت على كيلو اللحمة المفرومة حوالي ربع كيلو من اللية الخروف او ربع كيلو من الدهن. اهم حاجة لازم تدخلي نسبة دهن في الكفتة. وعندي 4 معالق من البقدونس مقطعوهم صغير، وعندي بصلتين كبار بشرتهم وصفيت المية بتاعتهم واخدنا التفل بتاع البصل. وعندي 1.5 معلقة من النشا. النشا يا بنات بتمص اي سوائل موجودة جوه اللحمة بتاعتنا وبتخليها طرية. البهارات بتاعتنا ايه بقى؟ في ناس مش بتحط في الكفتة غير فلفل اسود وملح. انا بزود بس حاجات بسيطة. يعني انا حطيت فلفل اسود ورشة من التوم البودر والبصل البودر ومعلقة صغيرة من البهار اللحمة ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة ونص من الملح. عارفين المعلقة الصغيرة بتاعت الشاي دي؟ هنمليها ملح، يعني معلقة ونص. ده مقدار الكيلو يا بنات. تمام. هجيب بقى اللحمة بتاعتنا هديلها كده ايه، ضربتين في الكبة او تعجنيها بايديكي، بس انا بحب اللي انا اديلها وش في الكبة عشان تستمغ معانا. تمام. وبعدين هنجيب الصينية اللي احنا هنسوي فيها. هقطع بصل شرايح كده وفلفل، بيديكي ريحة حلوة جدا للكفتة. لو انتي عاملة في اليوم ده عيش وطحينة، الخضار ده بتاكليه مع العيش بيبقى حلو جدا. تمام. هتجيبي بقى عصاية من عصيان الشيش طاووق، او ايد معلقة خشب او المسن، اي حاجة تكون مدورة تبدأي تصبعي عليها، او ايد المعلقة. تمام. هتقبلي ايدك كده بمية البصل وتبدأي انك تصبعي الكفتة بتاعتنا. انا حطيت معلقة من البيكنج باودر يا بنات، نسيت اقولكوا عليها. البيكنج باودر بيخلي الكفتة بتاعتك هشة كده ومفرغة من جوه. التكاية دي حلوة جدا. قبل ما احنا ندخل الكفتة في الفرن بنطفي فيها فحمية. الفحمية بتفرق كتير في ريحة الكفتة وطعمها. بعد ما احنا هنطفي الفحمية هنغطي على الكفتة بتاعتنا ونسيبها حوالي 10 دقايق. هنشغل الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة وندخل الكفتة. ما تخليش النار البوتاجاز بتاعك الفرن بتاعك هادية كده، هتلاقي الكفتة بتاعتك نزلت العصارة بتاعتها وهتقوم ناشفة معاكي. لا، احنا عايزينها طرية. هنقوم مشغلين الفرن على اعلى درجة وندخلها على الشبكة الوسطانية. ما شاء الله تبارك الله تطلع معانا بالجمال ده. نقوم مطفيين فيها فحماية ومغطيين عليها ومقدمينها بألف هنا. عاوزة تقدمي جنبها مكرونة بالصلصة، رز بسمتي، عيش وطحينة، زي ما انتي عاوزة. الله على جمالها يا بنات. تحفة وطرية جدا كده وريحتها كانت قلبة الشقة من جمالها. بدل ما نروح نشتريها من بره بقد كده، نعملها في البيت بطريقة بسيطة وسهلة وضامنين نظافتها. شايفين هي بتتكلم عن جمالها. تحفة يا بنات. جربوها بنفس الطريقة ونفس الخطوات، هتعجبكم ان شاء الله. يا رب النهاردة تكون حلقة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.